عيالي نفسهم في الكشري من اول رمضان، رحت قلت عادي مفيش اسهل من انه انا هعمله على طول وفي ثانيه. مش هاخد بالظبط غير هو نص ساعه او ساعه الا ربع بالظبط. اهو الطبق اهو عندكم، ده الطبق النهائي. تعالوا بقى اوريكم انا عملته ازاي. بس صلوا على النبي الاول في التعليقات، يلا بينا وحطوا اللايك. يلا بينا. هتجيبي بقى 4 حلل. انا ما بحبش اعمله في حله واحده والكلام ده. يعني انا ما اتعودتش على كده او مش حابه كده. عملت، سلقت من بدري يعني. ضربت شفشق طماطم، حطيته في الحله يتبخر، وحط عليه شويه سكر. وجبت ربع عدس، سلقته. ويعني انا سايباه كده يتسلق لغايه اما يطرى خالص معايا، ماشي، مش مستعجله عليه. دي ميه مغليه، حطيت عليها ملح عشان احط فيها مكرونه اسلقها. والطاسه دي انا هقلي فيها البصل. البصل اللي هو بتاع الكشري. انا والله ما لحقتش اعمل الحمص، لانه المفروض بيتنقع من بالليل، انا ما نقعتش. فما لحقتش اعمل بقى. عادي يا جماعه، مش مهم يعني ايه، يعني ايه كشري عادي من غير حمص، مش قصه يعني. بس هو كان جميل على فكرة يعني، حتى لو ما فيش حمص هتجربيه هيبقى حلو برضه. بس بقى حطيت المكرونة، حطيت مكرونة خواتم. وحطيت كيس مكرونة سباكيتي. هعلي بقى النار بقى تتسلق كده. حلو كده هتتسلق واصفيها واظبطها. وبعد كده هبقى اوريها لكم بعد ما اسلقها، اقول لكم انا هحط عليها ايه. كده العدس استوى، بصوا خالص، هو بقاله يعني مثلا يجي نص ساعة كده على البوتاجاز. العدس استوى معايا بقى زي الفل. وكده بقى هعمل رز، بس هعمله بشعرية قد الشعرية قد الرز، تمام كده، لان ده رز بشعرية بتاع الكشري. بحط نفس الكمية، يعني مثلا لو هحط مثلا نص كوباية رز هحط نص كوباية شعرية. تمام كده. كده الشعرية بقى بعد ما حمصتها خدت لون حلو. حطيت بقى كمية الرز اللي معايا. هقلبهم في بعض، طبعا كلنا بنبقى عارفين بنعمل الرز ازاي، مش قصة يعني. هحط له انا مرقة وملح. كده بقى الصلصة معايا ورق اهي. كانت خلاص ان هي بتغلي، هسيبها بقى تقعد تغلي كده، تغلي لغاية اما تتقل معايا. انا بحط لها سكر علشان خاطر يعني هي معلقه صغيره، ما بحطش كتير. عشان خاطر ما تعملش حموضه. تمام كده. وجربيها وهتدعي لي. حطي اي صلصه، صلصه مكرونه، صلصه كشري، اي قوطه هتغليها حط لها معلقه سكر صغيره. ده البصل بقى اهي كميه كبيره وزي الفل، هتيجي بقى تعملي الكميه بتقل خالص. جبت البصل قطعته شرايح. تمام كده. وحط عليه شويه دقيق. قلبته بقى كده في بعضه بايدي بقى كده، اللي هو بيبقى لازق في بعضه ده بفصصه بايدي. تمام كده. بحاول بقى اخلي الدقيق يتوغل في كل البصل، لازم كل البصل يطول الدقيق. ماشي كده. كده بقى ده زيت، حطي شويه حلوين كده زيت. وبحط البصل متفرق عن بعضه. وما بحطش كتير. براحتك يعني، واحده واحده، وخلي بالك وانتي بتعمليه ما تقلبيش كتير. تمام كده. انا كده خلصت كميه البصل كلها. والمكرونه اللي اتسلقت صفيتها من الميه. وحطيت عليها واحده مرقه وشويه ملح صغيرين، لو انت شوفي انت عايز تحطي ايه وحطيه. طيب ده الزيت بتاع البصل. مش برميه. ليه بقى؟ الطعم بتاع الكشري اللي هو بتاع المحلات ده بيبقى يعني بيبقى قريب قوي منه لما بحط زيت البصل. زيت البصل نضيف اهو. بجيب الحبه اللي هما من فوق، ما بجيبش اللي هو الرواسب. الرواسب ده دقيق متحمر على فكره، مش حاجه وحشه يعني. بجيبه بقى بحطه على العدس بعد ما صفيت العدس وغسلته. رجعته تاني الحله بتاعته. وحطيت عليه مرقه وملح وفلفل. فلفل اسود وكمون وشطه. المكرونه حطيت عليها ده البصل بعد ما حمرته، طبعا هي دي الكميه كلها قلت خالص يعني. بس بيبقى تحفه على فكره، قلي البصل ده هو اللي بيعمل ريحه محل الكشري كده في البيت. ده بقى نفس الطاسه بنفس الطاسه، ايوه مش هغسل مواعين انا. كفايه على ال4 حلل. بس حطيت فيها بقى دقيت راس توم. وقلت اشوحها كده شويه لغايه ما تاخد لون حلو كده. جبت بقى كوبايه عصرت كده فيها ليمون لغايه ما عملت ربعها ليمون. والربع التاني خل، يعني كوبايه نص كوبايه وربع ليمون وربع خل. ودلقتها كده، اقوم مزوده شويه ميه عشان الحده بتاعه الليمون والخل ما تكونش قويه. دي كده دي الدقه. حلو كده. وخلاص احنا كده خلصنا. حلو الكلام ده بقى المكرونه معايا. فكه كده وجميله، ليه؟ عشان غسلاها ومظبطاها وحاطه لها الزيت بتاع البصل. يعني جربوا الطريقه دي مش هتندموا يعني. وده رز معايا اهو زي الفل بعد ما استوى. والحاجه سخنه وجميله وكل حاجه حصلت على الفطار عدل كده. بصوا حطوا الحلل كده مع بعض زي ما انا عاملاها كده اهو، كل حاجه هتخلص في ساعتها. مش انا ما خدتش وقت على فكره، هو بالظبط كان نص ساعه. فانا برصه بقى كده.
عيالي بقى بيحبوا الكشري قوي يعني مولودين في علبة كشري بيعشقوا الكشري. معرفش ليه. طبعا في رمضان المحلات بتبقى قافلة، معظم المحلات يعني، فطبعا الكشري في البيت بيبقى انضف واحسن. دي بقى الصلصة تقيلة اهي وجميلة. حطيت عليها معلقة السكر عشان تبقى ما تعملش حموضة معايا. حطيت عليها الملح، حطيت عليها التوابل بتاعتي، عايز تحطي تحطي، ما تحطيش براحتك، بس انا بحب احط توابل. ودي بقى الدقة بعد ما خدت غلوة، يعني أنا بعد ما حطيت الليمون والخل سبتها تاخد غلوة تمام كده، غلوة واحدة بس وطفيت عليها. وادي البصل اهو، عسل. اعمليها بس لعيالك، اعملي كده لعيالك، كل حاجة من ايدك حلوة في البيت. حطوا لي بقى اللايك وشيروا الفيديو لاصحابكم،